مساء الخير. أنا بحب أقول لأعداء النجاح، اغلطوا علي كيف ما بدكم، فرقش عندي، لكن تغلطوا على أهلي وتجرحوا في أهلي وتحكوا عنهم كلام بقيح عيب. أعتقد إنه هذا الكلام عيب، مش من ثقافتنا. اسأوا فيكم أهلي، جرحوا في زي ما بدكم، مزعوني تجريح، مزعوني غلط، شفروني تشفير، لكن تشفروا وتغلطوا وتمسخوا في أهلي هذا كلام تاني عيب. ايش سووا لكم أهلي؟ اوعى تفكروا ان كنتوا لما جرحوا في أهلي أو في انكم بتهزوا شعرة من ثقة بنفسي. لا، فيش قوة في الأرض، بتقدر تهز شعرة من ثقة بنفسي. اللي بستمدها من موهبتي، من إيماني بموهبتي. أنا عارف مين أنا، وأنتوا هتعرفوا مين أنا، أعداء النجاح هيعرفوا مين أنا. في أغنية تتز أنا لحتى الآن ما انطلقتش، هيكون انطلاقي من أغنية اتز وما بعد أغنية اتز. أنا بقول أعداء النجاح، أنتم مش عبالي طبعا، أنا بحب أقول بشكل عام. أغنية اتز هتزلزل الزلازل وتكسر الكساسير وتدمر دمامير. انتظروا أغنية اتز. اللي بيشافروا في أهلي وبيشافروا فيا ومش عارفين من هو عادل المشوخي، أنا مش مغرور ولا متكبر، أنا واثق في نفسي، وأكثر واحد في البلد هذا متواضع، وفي الشكل في جيبتي. أنا بيهمني حب الناس. بحب أقول لأعداء النجاح انتظروا أغنية تتز، لا تعرفوا منها هتعرفوا مين هو عادل المشوخي. أنا لحتى الآن ما انطلقتش، هنطلق في أغنية تتز. انتظروها يوم الأحد الجاي مساء يوم الأحد الجاي. أغنية تتز مساء يوم الأحد الجاي، يعني يوم عرفة بالليل، يعني هتحضروها بالليل، تسمعوها بالليل، وتاني يوم الصبح هتعايدوا على أغنية تتز. هتعرفوا قيمة عادل من أغنية تتز وما بعد اتز. أنا حتى لما انطلقتش، هنطلق من أغنية تتز وما بعد اتز. أغنية تتز اللي هتزلزل الزلازل وتكسر الكساسير وتدمر دمامير. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل فيكم. خلاص يا محمد.